يا مرحب يا زميلي. فيلمنا النهارده مزيج من الاكشن والخيال العلمي الذي لن يتكرر الا عند العبد لله. لخص الفيلم ملا. يا ريت يا صاحبي احلى لايك واحلى سبسكرايب، ويلا بينا عشان نبدا فيلمنا الجامد جدا النهارده. بنبدا فيلمنا النهارده مع بنت اسمها لينا، وبنشوف انها لابسه ملابس سودا متخفيه بيها، وبتقرب من بيت فخم جدا، وبنكتشف ان البيت ده عليه حراسه مشدده، وبتدخل معاهم في قتال عنيف. ومن خلال مهاراتها القتاليه بنعرف انها مقاتله محترفه جدا، بتقدر تقتل كل الموجودين في البيت. وبتوصل الاوضه بتلاقي فيها ست حضنه بنت صغيره ومرعوبين وبيعيط، وتبقى الاوامر اللي لينا واخداها هي انها تقتل البنت الصغيره دي. لكن لما بتشوفها بتتراجع في قرارها، ودي بتبقى نقطه غيرت مسار حياتها كلها، لان بعد اليوم ده بتقرر انها تعتزل عن الشغل كمقاتله عشان تعيش في سلام. فبتمثل انها ماتت وبتعيش بشخصيه واحده اسمها ماريا، تبدا حياتها من الاول بعيد عن عالم الجريمه وبتعيش في سلام. وبعد مرور 7 سنين بحالهم يا صاحبي بنشوف ماريا وهي عايشه في بيتها مع جوزها بيتر وبنتها ماري، وبتبقى حياتهم هاديه جدا كده وزبادي في الخلاط، وكمان قاعدين بيفطروا مع بعض، وجوزها بيستعد عشان يروح الشغل. في نفس الوقت ده في الناحيه التانيه بنشوف راجل عصابات قوي جدا اسمه كورد، وبنعرف انه تاجر مخدرات كبير جدا في شخوله، ويعتبر اكبر مورد للمخدرات في البلد كلها، ومعروف عنه العنف والقسوه. اي حد بيفكر انه يخونه بيعذبه ويندمه على اليوم اللي خانوا فيه. وكمان بنشوف هو بيعذب واحد كان بيشتغل معاه، وبعدها بيطلب من واحد اسمه كونا انه يقتل واحد من اعضاء الحكومه، لانه عامل حمله كبيره جدا ضد تجار المخدرات، وده طبعا مأثر على الشغل البيزنس بتاعه جدا. لكن بيلوموا فيكتور المساعد بتاعه لان كونا مش قوي كفايه انه ينفذ مهمه كبيره زي دي، وكل المهمات اللي دخل فيها قبل كده انتهت بالفشل. بعد كده بنشوف ماريا وجوزها وبنته وهما بيشاركوا في الشارع في حمله مكافحه المخدرات اللي نظمها عضو الحكومه اللي لسه جايبين سيرته دوت. في نفس الوقت يبقى رجاله كورد واقفين من بعيد وبيصوروا كل اللي بيحصل، وللاسف بتظهر ماريا من ضمن الصور اللي صوروها. ولما يبعتوا الصور لرئيس العصابه كورد بيتفاجئ بوجود ماريا من ضمن الموجودين، فبيبعت رجالته بسرعه حالا يدوروا عليهم في مكان الحمله، لكن طبعا بيتفاجئوا انها مش موجوده. وبنشوف بيتر جوز ماريا وهي بتتكلم معاه زعلانه منه وبتلومه لانه دايما بيهتم بشغله اكتر من مراته وبنته. وتاني يوم بيحب بيتر يصلح الموقف مع ماريا، وبيعرفها انه لغى ميعاد مهم عنده في الشركه عشان يقضي اليوم كله معاهم. فطبعا بتعتذر له ماريا عن مشكلته معاها امبارح، وبيرجعوا زي السمنه على العسل مع بعض. ومن الناحيه التانيه بيجمع كورد رجالته بامورهم بمهمتين. الاولى طبعا ان يقتلوا عضو الحكومه الكبير اللي ضدهم، الثانيه والاهم بالنسبه له انهم يدوروا على ماريا ويعرفوا كل حاجه عنها. وبعد مرور وقت قليل يا زميلي بنشوف رجاله كورد قدروا يخطفوا اخو بيتر جوز ماريا، وبيعذبوه لغايه لما يقول لهم كل حاجه حرفيا عن ماريا. وفي نفس الوقت بنشوف ماريا ماشيه في السوق وبتلاحظ حركه غريبه حواليها، وبتفهم ان رجاله كورد بيراقبوها للاسف، فبتحاول تهرب منهم لكن بيلاحقوها. بتضطر طبعا ماريا تظهر مهاراتها القتاليه معاهم يا معلم، وتدخل معاهم في قتال عنيف جدا، واخيرا بتقدر تقضي عليهم كلهم وترجع بيتها بسرعه. وبتقول لجوزها انهم لازم يسيبوا البيت حالا ويبعدوا عن المدينه، وبتبدا تجهز الشنط وسط ذهول جوزها وبنتها اللي مش فاهمين ايه اللي بيحصل. هم خلاص خارجين من البيت وبيفتحوا الباب كده، فجاه بيلاقوا كورد ورجالته معاهم اخو بيتر وبيهددوهم بالسلاح، وكمان بيقتل اخو بيتر برصاص قصاده، ويبقى مش عارف يحمل حاجه من الصدمه. ترفع ماريا السلاح وبتصوب على كورد، لكن للاسف بيقدر واحد من رجاله كورد انه يسحب بيتر، فبتضطر تسيب سلاحها وتبقى بنتها ماسكه فيها بقوه. لكن بيجي واحد تاني من رجاله كورد يبعد بنتها عنها ويكتف كمان ايدها، وفجاه بدم بارد بيقتلوا بنتها، وتبقى ماريا واقفه منهاره من اللي بيحصل ده. وبيتر بيحاول يقاومهم لكن بيقتلوه هو كمان. هنا بتتجنن ماريا من كل ده، وبتمسك المسدس وبتتحول عليهم كوحش كاسر، وبتخلص على كل رجاله كورد الموجودين. بتبقى خلاص هتقتله لكن بيقدر يهرب منها، وبتنهار ماريا قصاد جثه بنتها وجوزها. بعد كده بتختفي ماريا خالص وبتروح لبار في مكان بعيد، وبتقابل شخص اسمه جيريك تطلب منه انه يعمل لها هويه جديده باسم شخصيه تانية، وانه يلاقي ليها مكان تقعد فيه بشكل مؤقت. لكن بيفهمها انه خلاص بطل الشغل الشمالي الممنوع، لكنها بتفضل تحاول تقنعه انه يساعدها، وبسبب اصرارها بيضطر انه يوافق يساعدها، وبيعرض عليها انها تقعد معاه كمان في البيت. وبعد ما يروحوا للبيت بيعالج جيريك جروح ماريا بعد ما اتصابت اصابه قويه اثناء معركتها مع كورد ورجالته، وبينصحها جيريك انها تبعد تماما عن كورد وما تحاولش تقرب منه او تحاول تنتقم من الموضوع ده. لكن هي بتفهمه ان بسبب كورد حياتها اتدمرت خالص، وفقدت كل اللي تعبت فيه ال7 سنين اللي فاتوا كمان، وان كان عندها بيت وعيله مستقره، وبسبب كورد كله ده ضاع منها، وطبعا لازم يدفع الثمن غالي جدا. من الناحيه الثانيه يا زميلي بنشوف كورد هو بيتفق مع قاتله محترفه اسمها ميرو انها تقتل ماريا بس من غير ما تاذي جيريك، لان في اتفاق بين العيلتين بكده. وفعلا بتروح ميرو لبار جيريك وبتقدر انها تصارع كل الحراس وبتقضي عليهم كلهم، وبتدخل لجيريك اللي بيعجب بها جدا مهارتها في القتال. في نفس الوقت ده بنشوف ماريا وهي قدرت تدخل مخزن الكورد اللي فيه كميه كبيره جدا من المخدرات، وهناك بتقدر تخلص على كل رجاله كورد، وكمان بتفجر المخزن وبتمشي. ولما بترجع البيت بيقول لها جيريك ان مخزن كورد ولع، وانه عارف ان هي اللي عملت كده وولعت في المخزن، وبيحييها كمان على شجاعتها، وبيقول لها ان كده الحرب بينها وبين كورد بقت صريحه وواضحه جدا، وانه مش هيسيبها في حالها ولازم تستعد للقتال. وبيقرر جيريك ان هو يكسر حياده، وانه لازم يساعدها في تنفيذ خطه انتقامها من كورد لانه شاف انها ضحيه كبيره لغدره. وطبعا بيقرر انه ياخدها المخزن الاسلحه السري الخاص بيه اللي بيكون في اوضه سريه ببيته ما حدش يعرف عنها حاجه، وتبقى ماريا اول واحد يدخل الاوضه دي. وبنشوف انها اوضه مليانه بالاسلحه الحديثه والقويه جدا، وبيعرض عليها جيريك انها تاخد اي سلاح هي عاوزاه، لكن بتقول له ماريا انها تكتفي بس بسكينه صغيره دي بس اللي هتحتاجها. يا
سلام. وبالليل بتستعد ماريا وبتروح لمالها ليلي، وهناك بتشوفها المقاتله المحترفه ميرو، وبيفضلوا الاتنين بيراقبوا بعض كده من بعيد. وبعد كده بتدخل ماريا الحمام، وبعدها بتدخل القاتله ميرو، وبيبصوا هما الاتنين في المرايه، وتفضل كل واحده فيهم تتكلم عن مهارتها في القتال العاليه والمحترفه، وبيتحدوا بعض، وبيحصل بينهم معركه قتال قويه جدا جدا، لدرجه ان مرايا الحمام والابواب بتتكسر. وبعد العركه الكبيره دي بتقدر ماريا المقاتله القديمه المحترفه تخلص على القاتله ميرو. مش بس كده، كمان بتقتل الاتنين الحراس اللي كانوا واقفين على باب الحمام بكل سهوله. وبعد كده بتروح ماريا لمدير الملهى الليلي وبتساله على كورت، فبيديها موبايل تكلم منه كورت، وبيعزم عليها بمشروب، وبيقول لها في صحتك كده وتوصلي بالسلامه لعيلتك. بتغضب ماريا جدا هنا، وبتقوم ضربه بالسكينه اللي خدتها من جيريك، وكمان بتاخد فلوسه وترمي على الناس الموجوده في المكان. وبعد كده بترجع لبار جيريك وبتتكلم معاه وبتحكي له عن اللي حصل ده. فجاه بتسمع الموبايل اللي بيرن اللي اخدته من مدير الملهى الليلي، ولما بترد بتلاقيه كورت بيطلب منها انه يقابلها عشان يحلوا خلافاتهم مع بعض ويصفوا كل القديم بالمره. لكن بعدها بنشوف كورت بيطلب من فيكتور انه يخلص على ماريا في المقابله اللي هيتجمعوا فيها، وبيبدا فيكتور ينشر كل رجالته في المكان علشان يحمي كورد من مقابله ميرو، وبيبدا يجهز القتال ليها. وبيبقى الاتفاق بينهم انهم يتقابلوا مع بعض في قفص حديد كده في بيت كورد، تحس ان هم داخلين مصارعه. ولما بيجي الليل بنشوف ماريا بتتسحب وبتدخل لبيت كورد وبتخلص على كل رجالته واحد ورا التاني. في نفس الوقت ده يبقى كورد جوه البيت، ولما بيسمع صوت ضرب النار جاي من ورا البيت بيعرف ان ماريا جت يا معلم، وبيقوم رجاله فيكتور انهم يقتلوا ماريا. لكن بيتفاجئ ان رجاله فيكتور بيخرجوا بره الاوضه، كمان بيضربوا نار على الاوضه اللي فيها كورد لغايه لما يدمروها خالص. فبيحاول كورد انه يستخبى جوه الاوضه. في نفس الوقت بيوصل فيكتور ورجالته، لكن طبعا التاني بيتفاجئ برصاص نازل على رجالته من كل حته، وبيوقع واحد ورا التاني. وبنعرف ان ده كان ناس اسطوره من طرف جيريك، ومهمته قتل كل رجاله فيكتور واصابه فيكتور بس، وده طبعا عشان في اتفاق بين العيلتين. هنا بقى يا معلم بتقدر ماريا انها تخلص على كل الحراس اللي اتبقوا، واخيرا بتوصل لكورد وبتدور بينهم معركه شرسه جدا. بتنتهي طبعا بفوز ماريا الجامده فشخله اللي بتاخد حق عيلتها وتنفذ خطه انتقام عليه. في النهايه صاحبي بنشوف فيكتور وصديقه بيغسلوا كورد، وفيكتور بيطلب من صديقه انه ينتقم لموت اخته اللي هي المقاتله ميرو. في نفس الوقت ده بنشوف ماريا هي مع جيريك في البار بتاعه، بيعرض عليها فلوس كتير جدا تقدر تروح بها اي مكان في اي حته، تبدا حياه جديده بهويه جديده وشخصيه تانية، لان فيكتور وصاحبه مش هيسيبوها في حالها. وبتوافق ماريا على عرض جيريك وبتشكره على مساعدته ليها طوال الفتره اللي فاتت دي كلها، وبتقرر انها تبدا حياه جديده بعيد عن المدينه تماما. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. لو عجبك الفيلم دوس لايك وشير وسبسكرايب، طبعا سمعنا رايك في الكومنتات. سلام.